انت فاكر انك لما تقول لمراتك طب خلاص بقى الموضوع بسيط، او اعملي كذا وخلصينا، انك كده ساعدتها؟ فاكر ان النصيحة السريعة دي هي اللي هتريحها؟ طب عمرك سألت نفسك هي أصلاً كانت جاية لك ليه؟ هي ما كانتش جاية تدور على حل قد ما كانت جاية تدور عليك انت، على حضنك، على إحساسك، على نظرة تقول لها أنا معاكي. الست لما تحكي مش بتدور على مهندس يصلح الأزمة، هي بتدور على قلب يسمعها من غير ما يستعجل، من غير ما يختصر وجعها في جملة، من غير ما يحسسها إن اللي جواها تفصيلة صغيرة. لما تحكي لك عن ضغطها، عن تعبها، عن موقف يمكن انت شايفه عادي وهي شايفاه تقيل على قلبها، وترد عليها بحل جاهز، هي مش بتسمع الحل، هي بتسمع إنك مش شايف إحساسها. الفرق بينك وبينها في اللحظة دي إنك شايفها معادلة، وهي شايفة نفسها إحساس محتاج يتطبطب عليه. لما تقولك أنا تعبانة مش قصدها تقرير طبي، قصدها تقولك قرب مني شوية. لما تعيط مش عشان الدنيا وقعت، يمكن عشان حست إنها بتحكي لوحدها، وأكتر حاجة بتوجعها إنها تبقى قاعدة قدامك بتفتح قلبها وتلاقيك بتجهز الرد بدل ما تحتويها. هي مش دايما محتاجة حد يقول لها تعمل إيه، هي محتاجة حد يقول لها أنا شايفك، حاسس بيكي، أنتي مش لوحدك. صدقني الحضن ساعات بيحل للكلام كله ما يحلوش، وكلمة أنا معاكي ممكن تهدي عاصفة كاملة جواها. بس أخطر لحظة بقى لما تكتشف إن كلامها مش فارق فتسكت، وإنت تفتكر إن الأمور هديت، وهي تكون بدأت تبعد حتة صغيرة كل يوم لحد ما المسافة تكبر. لأن الاحتواء بالنسبة ليها مش دلع، مش رفاهية، ده أمان. فاسأل نفسك بصدق، كم مرة حاولت تسمعها وتحتويها بدل ما تديها حل المشكلة؟